السلام عليكم يا حبايبي. انا اماني محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل 40 قطعه من الجلاش الحلو بنص كيلو من الجلاش بطريقه بسيطه قوي وسهله جدا كمان وغير مكلفه بالمره. شايفه قطعه الجلاش معانا قد ايه مورقه وجميله ما شاء الله، ولونها تحفه، ده غير انها شاربه العسل ومقرمشه جدا كمان. يلا بينا اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه اللهم كن لهم عونا ونصيرا، ونقول بسم الله. معايا حلة وهنزل فيها بكوبايتين من السكر بمج الشاي العادي بتاعنا، وهنزل عليهم بكوباية من المية بنفس الكوباية اللي عايرت بيها السكر، وهنزل عليهم بعصرة نص ليمونة، وكمان معلقة من عسل الجلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز ما تضيفيش، مفيش اي مشكلة، هنكتفي بالسكر والمية وعصرة نص ليمونة بس، هو موجود عندي علشان كده انا ضفت منه، لكن لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة. وهناخد الحلة بتاعتنا ونرفعها على النار وتقلبتين كده، وبمجرد الخليط بتاعنا ده ما يسخن هتلاقي عسل الجلوكوز هيسيح معاكي وهتشيلي المعلقة. وخطوة مهمة جدا انا بحبها قوي، اني لازم اغطي الحلة بالغطا بالشكل ده، لان الغطا بيخلي البخار ينزل على جوانب الحلة وينزل اي سكر موجود على جوانب الحلة، وبكده العسل بتاعك مش هيسكر ابدا منك باذن الله. بمجرد الخليط ما يغلي بشيل اي شوائب اتكونت على الوش وبسيبه يغلي لمدة 8 دقايق. بعد 8 دقايق بختبره بطرف صباعي، بلاقي العسل تقل معانا وقوامه كده تمام حلو قوي. في المرحلة دي هنزل بكيس من الفانيليا وادي للعسل بتاعنا تقليبة واقفل عليه النار، وهحط العسل ده في برطمان وهسيبه على الرخامة عندي علشان يبرد تماما. وتعالوا نشوف الخطوة اللي بعد كده. معايا كوباية من السمنة، وممكن تستعملي سمنة على زيت مفيش اي مشكلة، انا استعملت سمنة بلدي. ان شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف طريقتي في عمل السمن البلدي. هندهن الصينية بتاعتنا بالسمنة كده زي ما انت شايفة، ادهنيها كويس قوي. هنجيب الجلاش بتاعنا، ولازم نحط الجلاش بتاعنا في فوطة علشان ما ينشفش معانا ويبقى سهل ان احنا نشتغل بيه. الجلاش ده كان موجود عندي في الفريزر، وكنت شارياه قبل كده من المخبز اللي بيعمل الجلاش. لفة الجلاش وزنها نص كيلو. هاخد ورقة من الجلاش وافردها وادهنها بالسمن كويس جدا بالشكل ده. السمن هو اللي هيخلي الجلاش بتاعنا يكون مورق. يفضل طبعا ان اول طبقة في الجلاش تكون سليمة، وهنحط تاني طبقة وندهن كمان بالسمن كويس جدا بالشكل ده. وادي تالت طبقة هدهنها بالسمن كويس جدا كمان، وكمان هحط الورقة الرابعة وهدهنها بالسمن كويس جدا. ولو تلاحظي الورقة التالتة والرابعة يعتبر متقطعين على الآخر، بس مفيش مشكلة، هتعملي أحلى جلاش. الجلاش أنا حابة أعمله النهاردة سادة، يعني مش هعمله حشوة، أنا هعمله جلاش سريع كده، وهتشوفي بقى الجمال. أنا نفسي تجربيه وتدوقي طعمه كمان. أنا كده حطيت 4 طبقات من الجلاش فوق بعض. بإيدي من جنب الجلاش هقيس مسافة 3 أصابع واتني الجلاش بالشكل ده. انت ممكن ما تعمليش 4 طبقات بس، انت ممكن تعملي 5 أو 6، وده بقى بيكون حسب كمية الجلاش المتاحة معاكي. وخلاص كده لفينا الجلاش بتاعنا، هنرصه بقى في الصينية بتاعتنا. وادي اللفة الأولى، واللفة التانية كمان، واللفة التالتة كمان، والرابعة والخامسة. الخامسة انا حطيتها بعرض الصينية فكانت طويلة شوية، ظبطتها بالمقص بالشكل ده وحطيتها في الصينية. وهنقطع الجلاش بتاعنا على شكل مثلثات، واقطعي بقى الاحجام اللي تحبيها سواء كبيرة او صغيرة. الحجم ده كان مناسب ليا وحلو قوي. انا عملت 40 قطعة. ملحوظة بقى يا ست الكل، السكينة اللي هتستعمليها لازم تكون حامية معاكي علشان ورق الجلاش ما يتكسرش معاكي. بعد كده بالسمن المتبقي معانا هندهن وش الجلاش. بعد كده شغلت الفرن بتاعي على 180 وسخنته حوالي 5 دقايق، وهنحط الجلاش على الرف اللي في النص. بعد 35 إلى 40 دقيقة تقريبا هتلاقي الجلاش ياخد من تحت ومن الجوانب كمان اللون الذهبي. هو اخد معايا في الفرن بتاعي من على الوش لون ذهبي ضعيف، فانا شغلت الشواية وخليت اللون الذهبي يزيد اكتر كمان شوية. وتعالي بقى شوفي القمر معايا، الله على الجمال، والله ريحتها كانت تحفة. نزلت بقى على الجلاش وهو سخن بالعسل البارد تماما علشان قطعة الجلاش تشرب معاكي العسل وتبقى زي العسل. لو بتحبيه مسكر قوي حطي مقدار العسل كله،
انا حطيت نص المقدار بس علشان مش بنحبه مسكر قوي. وهتاكلي بقى حتة جلاش مقرمشة ولذيذة وسكرها مظبوط وزي العسل، ومهما اكلت منه هتحسي انه خفيف قوي. وابقي افتكريني بقى بدعوة حلوة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وياريت لو عجبكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك معايا في القناة وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش، وما تنسوش دعواتكم لوالدتي بالشفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أماني محمد.